ممكن سكينة. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. ايه يا ابني كل اللي انت جايبه ده؟ انا بس يلا بينا اكشن. حاسب ايدك مع المايك. ايه المعامله دي؟ ايه كل اللي انت جايبه ده؟ واحد كمان. ماشي يلا بينا. النهارده جبنا ناشفيل تشيكن، كاك سكواد، هاولن بيردز، كريسبي هان، هارولد. التتبيله بتاعت الفراخ عباره عن سبايسز كتير. بعد كده بالفراخ نفسها بتتحط في زيت، جوه الزيت سبايسز كتير عشان البريدنج من بره ياخد السبايسز دي. يلا بينا. يلا بينا. احنا جايبين من كله ساندوتش وتندرز. كاك سكواد ما كانش عنده تندر، جبنا 2 تشيكن بريست بس بونلس ما فيهمش عظم، فهم يعتبروا شبه التندرز اكتر من الفراخ العاديه يعني. والساندوتش بتاعهم الكاك كلاسيك، فنجرب دلوقتي كده ونشوف. ممكن سكينه. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. هنبتدي بالساندوتش كاك كلاسيك ب 120 جنيه. تعالوا نفتحه كده ونشوف. هو الساندوتش حجمه كويس يعني، باين بالنسبه لايدي. ساندوتش عليه كورسلو وبيكلز زي ما شايفين هنا كده، وصوص بتاع اسمه كاك صوص. كاك صوص اللي هو عشان ده كاك كلاسيك. هندوق كده الساندوتش ونشوف. يا جماعه كاك سكواد لو شفتوا التيك توكس بتاعتهم هتلاقوا مهتمين قوي بريفيوز الناس في الكومنتس، وبيهتموا قوي بان اول باول يعني. في الاول يهتموا بالعيش بتاعهم، هتشوفوا في التندرز يهتموا ان هم يكبروا حجم البيس، وباين قوي حجم التشيكن في الساندوتش كبيره. حجم الفراخ فعلا كبير قوي. كورسلو مع الناشفيل تشيكن مع البيكلز طعمهم حلو، والعيش بتاعهم خفيف. سبايسز فراخ ناشفيل. العيش يعني العيش حتى اللير بتاعت العيش صغيره قوي، فانت حاسس بطعم كل حاجه في الساندوتش. اعتراضي الوحيد ان هي مش كريسبي قوي، هي كريسبي عادي. مش كريسبي مش بتكرانش قوي في البوق، بس هتلاقيها دايبه شويه مع الساندوتش بصراحه يعني. بس اوفرول تحفه جامد. كاك سكواد ما عندوش تندرز. احنا جبنا صدور فراخ 2 ب 170 وبتكون بونلس من غير ما بالظبط. فيهاش عظم. يس. بتختاروا كذا صوص من عندهم. احنا جبنا الكلاسيك عشان نجربه، الكاك سكواد صوص. ومعاه كورسلو، والعيش جددوه، كان زمان توست صغير قوي. برضو لو بتتابعوا البيج بتاعتهم هتعرفوا ان هم غيروا العيش عشان يبقى حجمه كبير بالنسبه للوجبه بتاعتهم. يس. حجم التشيكن كويس، ممكن تكون هي يعني قد كف الايد كده، فالى حد ما لذيذه يعني. هل هي كقيمه مقابل السعر ان هم التو بيسز دول زي ما انتم شايفينهم كده ب 170 ومعاهم عيش البريوش بلس الصوص والكورسلو، فعايزين هل ده ورث 170 ولا لا؟ نشوف. مش عارف، هنشوف كطعم. بس هم بصراحه كحجم لا، هو انا مش شايفهم، شايف السعر كتير قوي عليهم حتى من قبل ما اكل اي حاجه يعني. الحجمين دول طعمهم بيغير. شوف كواليتي بالنسبه للسعر. التتبيله مش واصله للفراخ من جوه قوي يعني هو الحته اللي من بره طعمها لذيذ، بس لو انا دقت الفراخ لوحدها من جوه هيبان ان مفيش حتى نقطه للتتبيله باينه يعني. كانش من بره، من جوه يعني هي تندر من جوه بالظبط. عايزين ندوق العيش ده مع الصوص مع الفراخ. يلا. بقول لك ايه، طب والله هظبطك. اضرب. هو ايش صح حلو. ممكن اكل بعد ما كنت بشوف الريفيوز في الاول وكان التوست، لا دلوقتي بقى حجمه كويس. بس هل الوجبه مقابل سعرها ال 170 ان العيش كبر بس الفراخ لسه عاديه؟ لا حاسس ما تستاهلش قوي. كول سلو شكله ماي وفي مايونيز زياده. هو الساندوتش كده احلى من الساندوتش نفسه. لا الساندوتش نفسه حلو قوي يعني. انا لو هروح اطلب الساندوتش مش هطلب الوجبه دي خالص. لا ولا انا 170 كتير قوي على 2 يعني. بالعكس الساندوتش حجمه كان كبير زي ما شفنا، وب 120 لا الساندوتش احسن بكتير يعني. نخش بقى على المطعم اللي بعده. هارولد دير ديفلز ب 166. دي جواها 2 تشيكن تندرز وساندوتش صغير ناشفيل تشيكن. بيجي معاها الفرايز والاثنين تشيكن تندرز وتوست، وفي مخللتين كده هنا، والساندوتش اللي هو الناشفيل تشيكن ده صغير كده مش زي اللي هنشوفه تاني الفينيكس. يلا بينا نجرب ونشوف. تندرز
التتبيله باينه ان هي داخله لحد الفراخ. تيجي مع الوجبه دي فولكانو صوص والكول سلو. هنجرب كده التندرز ونشوف. انا حاسس انها هتبقى حراقه قوي. يا دي سبايسي قوي. مفيش لبن هنا صح؟ يا جماعه السبايسز من بره خطيره. عارف الشيتوس؟ يا جماعه السبايسز باينه قوي من بره، ملهاش حل. لو وحشه تبقى حمضان. هو كرومب عادي هو يعني بس عارف هو حط ايه؟ عارف مش الكرومب، يعني هو قعرها دي اللي هي المره دي. هو وحش قوي. هو رميها كرومب بس حط انا فعلا المعلومه دي. كورس وحش بس انا عجبتني قوي الستريبس دي. ده ناشفيل اقوى. الناشفيل هنا اقوى، السبايسي هنا اقوى. انا ما حسيتش بالسبايسي في كاك سكواد قوي بالظبط. يعني. هنا ابتديت احس ان انا كنت ناسي ان انا طالب سبايسي في كاك سكواد. الساندوتش طبعا برضو هو عليه الكول سلو وعليه الفولكانو وبيكلز، والتندرز اللي في الساندوتش اكبر من اللي كانت موجوده جنبه. طبعا الحجم بتاع الساندوتش نفسه صغير، بس غريبا اللي جواه التندرز اكبر يعني. كان مكبر الحجم بتاع الساندوتش. بلس الفولكانو صوص هو برضه. فهنجرب كده ونشوف. طبعا احنا ما دوقناش التوست اللي جه معاه، فهندوق كده. التوست طعمها حلو قوي، لذيذه. واو. اديها في الفولكين. جارليك هو ده اللي كان قصده عليه في الجارليك. هدوق الساندوتش يعني يا رب درجه السبايسي ما تبقاش زي التندرز عشان كنت بموت. هو بالنسبه له كان عادي، مش عارف ازاي. كلب شطه يا ابني انا حسيت السبايسي عن كاك سكواد بكتير. انا نسيت الكاك سكواد سبايسي يعني، انا ناسي انه سبايسي بسبب ده. الساندوتش الكولسلو ما حسيناش بيها. الساندوتش كميكس احلى من ان انا اكل التندرز لوحدها. خلينا متفقين يعني. الطف بكتير يعني. على طول كده انا مش هجيب تندرز، هجيب ساندوتش. يعني في هارولد هنا هروح للساندوتش زي ما كنا متفقين في كاك سكواد ان انا هروح للساندوتش برضه بالظبط. وما زالت مع انها نفس الحاجات. هل الميكسات لما تتحط على بعض احلى بكتير من ان انا اكل التندرز لوحدها والتشيكن بريست لوحدها؟ بحس كده لحد دلوقتي هي كده. لحد دلوقتي الموضوع ماشي كده يعني. انا بصراحه ما دقتش تندرز لوحدها في الاثنين وحسيتها ألذ من ان انا ادوق الميكس بتاع الساندوتش. لسه هندوق الفينيكس ونشوف. الفينيكس ب 105. هنا ساندوتش طبعا اكبر زي ما شفتوا الفرق بينه وبين التاني. ده عليه ماكن تشيز. عليه ماكن تشيز. الساندوتش لما جينا بصينا جوه الساندوتش نفسه، هي نفس الساندوتش اللي كنا شفناه صغير بالتندرز اللي جواه، هي نفس الحجم هنا يعني، نفس اللي كان هناك بس العيش فوق اصغر. هو كبروا العيش بس لسه نفس الحاجات جواه. ماكن تشيز برضو ممكن تفرق. يا ابني كفايه يا ابني، دوق الحاجه لوحدها. والله ما سبايسي انا عايزه. دوق الحاجه لوحدها يا عم. هات يا جدع. مش هو مسلوقه دي ولا؟ هو يمكن عشان بارد سنه. المكرونه مع الماكن تشيز يعني مع التندرز مع العيش مش ألذ حاجه خالص. او هم عاملين الميكس مش لذيذ، وبرضه عشان بارد ممكن. ولكن وهو بارد مش مضايقني شويه يعني، هو لذيذ. المكرونه مخففه حده الشطه شويه، ما اعرفش ازاي. قصدك لو كان سخن ممكن يبقى حلو ده؟ مش عارف، ممكن عشان وهو لسه طالع طازه من المكان. الساندوتش ده ممكن يبقى في حته تانيه. نخش بقى على اللي بعده. اسفين على منظر الترابيزه بس عشان الصوصات كتيره. لا هو وسط. يعني صحيح. تمام. مش مركزوا، احنا كنا مركزوا. كريسبي هام. كريسبي هان جايبين كريسبي هان ساندوتش اسمه جوبلر ب 136 وستريبس كان 4 ستريبس. 4 ستريبس ب 106. باكجنج لذيذ قوي، مبين حاطط الليفلز بتاعت السبايسز ومعلم لك على اللي احنا اخترناها. طبعا اخترنا على الليفل اللي هو الاكس هوت. معلم على كل حاجه عشان تبقى عارف على طول انت جبت ايه، بالذات لو انتوا كتير يعني. نبدا بالتاني. المفروض ان كريسبي هين كلاود كيتشن، وبيجي مع الوجبه دي البيكلز 3 بيكلز بالظبط بالعدد عينات. يعني مش هطلعهم حتى. خلينا بس نقول حاجه برضو ان هم جايبين وافل بريد مع الستريبس. هنا اوريكم كده فكره الوافل دي صايعه قوي يعني. غريبه قوي ان الوجبه دي تبقى من غير صوص يعني. انا في العادي مش هدبت في البيكلز يعني. ممكن في الفولكانو. يا ابني كفايه الفولكانو ده، هرمي دي دمه كله فولكانو. مش عارف ايه. واوي. هو التوابل عليها كتير قوي يعني، مش هلاحق ادوق الحاجه بسبب التوابل اللي فيها. بس طعم الفراخ يعني لو خدت بالك هتلاقي البريدنج متشال من على الفراخ بالظبط يعني. البريدنج مش ماسك في الفراخ ولا التتبيله داخله في الفراخ ولا التتبيل داخله في الفراخ قوي. بس كسبايسي هي مش سبايسي عن اللي فات برضو. ستيل هارولد كان اكتر سبايسي عن هنا دوق بسرعه واكتر من كاك سكواد. ليه؟ عشان جامده قوي. اوفر عجبني.
نحط صوص بقى، يعني صوص مع الوجبه دي كانت هتبقى تمام قوي. في سعرها حلو قوي. عايزين ندوق بقى الساندوتش. ايه ده مرسوم ولا ايه؟ جامد. ما هو طعم ايه ده؟ بصلايه مقطوعه من التربه ومرميه في الساندوتش. هي ما بدأ يعني ما اتغسلتش تقريبا. ايه ده؟ هي انا بس مشكلتي ان هو حاجات كتير قوي، يعني التركي هو مع كتير قوي التشيز يعني. مع يعني لو شال حسيت بطعم التركي اصلا؟ لا انا يعني هو انا ميكس- الساندوتشز ميكس كتير. الاثنين اللي فاتوا لما دوقنا الساندوتش وكان عاجبنا اكتر من التندرز. بالعكس احنا كان كل حاجه في الساندوتش انت حاسسها، انت بتدوق كل حاجه وحاسس بطعم كل. هو الساندوتش هنا لا، انا لو في كريسبي هين صراحه هفضل التندرز عن الساندوتشز. الساندوتش انا مش عارف استطعم الحاجه في بقي، فانا حاسس ان التندرز كانت ألذ، بس نحط معاها صوص واي حاجه بره الساندوتش ده بلاش اي صوص من الساندوتش ده خالص. خساره مع البان ان هو مش وحش يعني. البان لذيذه البان فعلا لذيذ. بس عارف البان اللي هو محطوط على واخد شويه باتر ومحطوط على على الجريل. على الجريل. بصراحه مش عارف، انا مش حاسس ان انا لا، اتبسطت ولا- قوي ولا من الساندوتش. ما اتبسطتش. التندرز ناقصها الصوص زي ما قلنا، بس كريسبي هين كاسعار ألذ بكتير من اللي قبله، بس يعني يا فرحتي. نخش على اللي بعده. هاولينج بيرد. وجبه التندرز 3 قطع 150، طلبنا معاها توست والصوص بتاع تشيك فيليه بيكلز، والساندوتش اسمه الساندو ساندوتش ب 120 جنيه. ليفل سبايسز بتاعتهم اعلى واحده هاولن. طبعا هاولن بيردز الوحيد فيهم اللي عنده 5 ليفلز، يس. الباقيين عندهم 3 أو 4 مش ماكسيمم يعني، بس ده كان اكتر واحد عنده، والهاولن ده اعلى اعلى حاجه. فهنجرب كده الاول ايه فيهم. تندرز. تندرز الاول. طبعا فرق التندرز هنا واضح قوي عن كل اللي فاتوا. يعني التندرز هنا التندرز بتاعته اكبر من صدور الفراخ بتاعت كاك سكواد اللي هي بيقولوا ان هي مش تندرز يعني. دي صوابع. هاولن بيردز الصراحه التندرز نفسها لذيذه قوي، فعايز ادوقه مع الصوص كده. الصوص ده تحفه عالمي. تشيك فيليه. انت ملاحظ ان سبايسي طعمه مش مضايقني يعني، مش عايز حاسه حلو. بالانسد. هو لا سبايسي سنه بس حلوه قوي يعني. لا بصراحه تندرايه هي البلادنج وقع من عليها طبعا عشان ده جاي من المعادي، مفيهوش دليفري بلس ما وصلش غير في المعادي، فاضطرينا نبعت حد يجيبه بمرسول وجالنا خد 20 جنيه تبس. طعمها تحفه عالمي. خش على الساندوتش. كانوا بيتكلموا في وقت تويت على ان الاكل هاولن بيردز مزيت سنه. انا مش عارف هو هنا، بس انا مش حاسسها زيت على قد ما هي لغوصة صوص. سبايسي. لغوصة صوص سبايسي. فمش عارف، ممكن تكون برضو سنه لان التوست نفسه كان شارب زيت لما كنا بندوق التندرز، بس كفراخ نفسها ما حسيناش قوي بالزيت فيه. هنجرب الساندوتش ده ونشوف مع بعض كده. الساندوتش عليه بيكلز وكول سلو وتشيك فيليه، يعني ما فيهوش كتير قوي، والقطعه الفراخ نفسها غير التندرز يعني باين قوي حجمها. صدر بالنسبه يعني ده المفروض الصدر، المفروض كاك سكواد يعرف ان ده الصدر الفراخ مش التاني. الساندوتش اسمه الساندو ساندوتش. ساندو كان ب 120 زي ما قلنا. نجيب لي فولكانو صوص. يا عم ايه حكايتك قول لي ايه حكايتك. ده السهل من البتاع. ما فتاش في الساندوتش، ما فتاش فيه. حط الصوص ده الصراحه يتحط فيها حته يبقى رائع. نفس البريدنج حلو قوي بتاع الفراخ الصراحه انا شايف هاولن الوحيد اللي عمل معادله ان الساندوتش حلو زي التندرز، بس التندرز عنده احلى. يعني لو طلبت الاثنين هتبسط، يعني انا مفيش مطعم فيهم قلت لو طلبت الاثنين هتبسط غير هاولن بيردز الصراحه. بالظبط. حاسس ان احنا مش محتاجين الجادج قوي. ليه؟ حاسس مين اللي كسب يعني، باين في كل حاجه. زي نقول هاولن بيردز برضو كلاود كيتشن. في واحد نايم ورا الكاميرا. انا مصور متاخر. يلا اعملوا سبسكرايبر. اعملوا كلكم سبسكرايبر. في واحد مسح عينه في الشطه، واحد نايم، واحد ماسك موبايله نص ساعه غالبا نام. قال لك احنا بالليل الساعه 9 كبس. ملخص بقى للموضوع ده، انا شايف ان هاولن بيردز كسب كتندرز، كحجم تندرز، كالصوص احسن صوص تقريبا في اللي دوقناهم كلهم بالزبط. كل حاجه فيها تكسب، كتبيله الناشف قريبه قوي الطعم اللي المفروض يبقى عليه. انا مش اول مره اجرب هاولن بيردز، بس هو كان اول مره يجربه. بس يا جماعه فانا شايف اللي كسب معانا
دلوقتي هو هاولينج بير. يعني احنا فكرنا ان يبقى فيه جادج وبتاع. يا ابني انت البيل انت البيل في الشانل ده اللي عامل باسم والله ما يغروك الصلعه. ناشفيل تشيكن الصراحه كفكره لذيذه. اكسبيرينس حلو. اكسبيرينس لذيذه قوي، اتبسطنا بيها قوي. انا ما جربتهاش قبل كده بصراحه، انا ما جربتش اي ناشفيل قبل كده، ده اول مره اجرب اي حاجه ناشفيل الصراحه. فكره السبايسز على البادنج نفسه تحفه. بالذات انا بعشق الشطه. يعني حاسس لو مطاعم كتير فكرت تبدا الموضوع بس بطريقه احسن ويبتدوا يدرسوا الموضوع اكتر، الموضوع يبقى لذيذ لو انتشر في مصر يعني. غير كده بقى نشوفكم فيديو جديد. يس سوي سبسكرايب عشان خاطر الراجل الكويتي اللي قاعد ورا الكاميرا ده، هم مش شايفين. واعملوا لايك وكومنت لو انتوا كنتوا جربتوا واحد فيهم وايه اكتر حاجه عجبتكم. واضح ان المطاعم دي بتهتم قوي بالكومنت، او اي كومنت منكم هيفرق لهم وهيحسنوا من نفسهم قوي يعني. بالظبط. بس كده ايه، سي يو في الفيديو الجاي. يلا سلام.